السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم حبايب قلبي؟ وحشتوني جدا جدا. اتمنى يا رب تكونوا كلكم بخير، كونوا في اتم صحة وفي احسن حال. اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في السودان، اللهم انصرهم في سوريا، في اليمن، في لبنان، وخلي كل الدول العربية يا رب مطرة لحد يوم الدين. واحمينا واحفظنا يا رب، انت مولانا يا رب، فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم امين يا رب العالمين. معاكم النهارده بقى فيديو كده، يمكن من زمان طبعا ما عملتوش معاكم، بقالي فترة. بس والله العظيم يا جماعة اقسمت بالله ان انا من اطيب الفيديوهات القريبة لقلبي اللي بحبها فيديوهات الروتين. يعني انا عندي احب اتفرج على القنوات اللي فيها روتين. يعني فاهمين ازاي؟ اللي هو بحس ممكن اخد منهم معلومة، ممكن اخد منهم فكرة في مطبخهم في بيتهم. ممكن اشوف حتى طريقة تقديمهم للاكل عاملة ازاي، او بيطبخوا ازاي. اكيد يا جماعة ربنا خلانا كلنا مش شبه بعض، اكيد. تمام. فكل ما تتفرجي على فيديو لاي حد لاي قناة بتتعلمي منها حاجة. شيرين، بس انت قلتي مش عايزة تعملي روتين. ايوه يا جماعة، انا قلت لكم مطبخ وبس، مطبخ وبس. او لو كان على السطح فوق واتاح لي الفرصه ان اعمل معاكم، انضف معاكم السطح من فوق، تمام، وهيبقى على القناه دي. اما القناه التانية اللي هي معاكم شيري اسامه، دي خلاص يا جماعه بقت نقد. واتمنى يا رب ان النقد يكون محايد ويكون بناء، ويكون في كلمه حق كده تقعد للناس، بدل ما نولع الدنيا ونقوم الدنيا. نحاول نهدي ونصلح بين كل الناس اللي بيبقى فيهم في مشاكل بينهم وبين بعض. يا رب اللهم امين يا رب. يا رب انت اللي عالم بنيتي، وانت اللي عالم انا نفسي في ايه، وربنا يرزقنا على قدر نيتي يا رب، اللهم امين. بتعملي ايه بقى هنا يا شيرة؟ هقول لكم بعمل ايه. على الفكره العامله بتاعه التوم دي حلوه قوي، تسهل عليكي تقشير التوم. تضغطي بس على ضغطه بالسكينه كده بايدك، خلاص تبص تلاقي التوم اتفكك من القشر في ثواني. تمام كده، تمام. طيب والبصل بصوا بقى يا جماعه، عايزه اقول لكم على حاجه. انا حماتي بتطلع تقعد معايا هنا فوق، فلما هي بتبقى مثلا عامله اكل ليها وكده تحت بتجيبه معانا هنا فوق. لو انا عامله اكل مثلا وهي مثلا مش معاها اكل، لازم ان انا اقول لها دوقي يا ماما من اكل وكده. فبصراحه دوقتني برضو من الفراخ اللي هي عاملاها، وانا دقت من الفراخ اللي انا بعملها. كنت بتبل الفراخ بالكبه، يعني بحط كل حاجه في الكبه وبعدين اضربها. حماتي بقى بتتبل الفراخ بتاعتها بالبصل عادي كده. فاهمين ازاي؟ بالبصل عادي. فطبعا حسيت ان في تكة حلوة، حاجة حلوة، البصل ليه طعم. قلت خلاص انا اتبل، هجرب كده ان انا اتبل الفرخة بتاعتي يعني هعمل بطريقة الايد كده، يعني عاملة بالايد مش عاملة بالكب. وحتى كمان الطماطمية مش هضربها في الخلاط، لا، هبشرها زي ما انتوا شايفين كده. خدوا بالكم المبشرة بتاعتي دي بقى لها 19 سنة عندي، والله العظيم. وبحبها قوي قوي قوي، وغالية عندي قوي. لانها حاميه، يعني 19 سنه وما بتبردش، حاميه. ابشر بيها، اعمل الجبنه الرومي، اي حاجه، بسم الله ما شاء الله. طبعا بشرت طماطميه كده عشان لما اجي اتبل الفراخ التتبيله بقى كلها تدخل جوه الفرخه كده، طماطم بالبصل بالثوم، بالسبع بهارات. حطيت شويه كركم، حطيت شويه بهارات فراخ، فاهميني ازاي، فلفل اسود، ملح. ودعكتهم كلهم كده كلهم كده مع بعض. وقمت نازله على وقمت نازله على الفراخ زي ما انتوا شايفين كده. خلاص. وقلت اجرب بقى الحته بتاعت حماتي اللي بتعملها، انها بتقطع البصل بايديها يعني وكده. فالمهم عملت كده، والله يا جماعه فعلا كان الله تعالى سبحانك يا رب. خدوا بالكم ان انا حماتي كمان مش بتضرب الطماطم في الخلاط، بتحب تعصرها بايديها. يعني تديها غلوه كده على البوتاجاز، وبعد كده تجيب مصفى والحله تحتيها وتقعد تعصر بايديها في الطماطم، وتقول لك دوقي بقى الاكل كده، وما تدوقش الطماطم يعني بيبقى لها طعم في الاكل غير لما بتعملها بايديك في الخلاط يعني بايديكي غير الخلاط. طبعا بايديكي لها طعم تاني. يا ست انت وجع، يعني انت غايبه، انت قصدي غاويه وجع قلب. تقول لي لا والله، طب جربي بس كده وانت هتدعيلي. المهم يعني انا طبعا يا جماعه كلكم، او اللي متابعني او اللي متابعني من قريب او اللي متابعني من زمان، عارف ان شيرين بتشتكي من ايدها وكده، عشان عندي شرايين مسدوده في ايدي وكده ومحتاجه عمليه تسليك. بس ناس كتير قالوا لي شيرين ما تعملهاش، لانها بترجع اكتر من الاول واوحش من الاول.
فبصراحة ان انا يعني انا قلت خلاص، اني مش حد قال لي ولا اتنين ولا تلاتة، اكتر من 20 حد قالوا لي نفس الكلام. قال لو انت بتشيلي شنطة في ايديكي دلوقتي، لما تعملي العملية مش هتقدري تشيلي شنطة في ايديكي خالص، تخيلوا. فقلت لا خلاص، انا يعني هصلي بنفسي كده. فطبعا ما اقدرش اعصر بايد، طبعا كل شغلي في الخلاط وكده. ان كانت على البصلة مش مشكلة، مش هتعوقني يعني ولا تتعبني. طب شيرين كنت بشيل البصلة، لا يا جماعة انا عايزة اعمل زيها بالظبط، وهي مخرطاها كده، وعملت زي ما هي بتعمل بالظبط. وتبلت بقى الفراخ وكده على ما قطعت البصل، ظبطت حالي، بشرت طماطمتين. خدوا بالكم، مش هي قالت لي بلاش تعملي في الخلاط وتدوقي الطعم؟ انا بشرت طماطمتين تاني في المبشره لصينيه البطاطس. بصراحه طلعت جميل. الناس هتقولي شيرين طماطم مش كتير، ابو احمد عايزها كده يا جماعه، ابو احمد عايزها اللي هو اللون البامبا. عارفين اللي هي البطاطس اللي فيها طماطم خفيفه، مش بقى صينية البطاطس بتاعتنا اللي هي المعمرة بقى دي، اللي هي لونها أحمر دم دي. لا لا لا، هو كان عايزة اللي هي لونها بامبا كده، وبصراحة بتبقى أخف وبيبقى طعمها أجمل. فاهمين ازاي؟ هنا بقى يا جماعة كان يعني حماتي وأبو أحمد وأنا، فعاملين لنا شاي، ويعني قلت إيه، أعمل لهم كوبايتين شاي كده وأنا قاعدة أهو. أبو أحمد أهو بياخد الشاي اهوت زي ما انتوا شايفين، وأنا بقى قلت له على ما الشاي ما يبرد أكون عملت حاجة. اول ما الشاي ما يبرد يندهل، يعني لما هما يجوا يشربوه يندهل. بس والله يا جماعه قلت بقى اعمل معاكم صينيه البطاطس واعمل معاكم المحشي. خدوا بالكم ان انا كانت عندي الخلطه دي بقى لها اسبوع في التلاجة. شويه الرز بتوع المحشي دول كان عنده بقى لهم اسبوع في التلاجة. فطبعا وعندي كمان كرنبايه في التلاجة، برضو كانت حماتي جايباها. وبعدين ايه، كانت جايبه اتنين، عملت واحده واتبقى واحده. فبتقولي هي اللي فكرتني بيها، قلت لها تصدقي يا ماما ده في التلاجة عندي، وعندي شوية رز برضو يعملوا نص الكرنباي. قالت لي طيب بدل ما الكرنباي كلها تبوظ، طب حتى اعملي شوية رز على نص الكرنباي. قلت لها خلاص والله لا، اقوم ايه، احط المية على النار اسلقهم. فلما لقيت نفسي قلت بسلق الورق يعني وكده، قلت طب خلاص والله لا اصور معاكم ايه، اصور معاكم فيديو. بس والله يا جماعة فقلت بقى ايه، وانا بصور كده اتكلم معاكم، اوريكم يومي كان عامل ازاي، اوريكم كده وانا بعمل الاكل. ام علي كانت بتقولي شيرين انت ليه يا شيرين لما القطط هي اللي تاكل الرجول بتاعه الفراخ ليه بتنضفيها معاكي وكده؟ طب ما تعملها لهم كده وخلاص وما توجعش في قلبك. عرفت يا ام علي ان انا بنضفها علشان انا بعمل لهم نص الرجول. يعني لما اول ما باجي من عند الراجل بتاع الفراخ، بقوم حاطه حله على النار بسرعه، وحاطه فيها بتاع ايه 10 رجول كده بتاعه الفراخ، اسويهم دول من غير تنظيف عادي خلاص. والزوايد اللي بتطلع لي من الفراخ والحاجات دي كده، اوكي ماشي. طيب بقيه الرجول طبعا انا ببقى شاريه لهم يا جماعه بتاع كيلو، نص كيلو اللي موجود عند الراجل بصراحه. فطبعا بيبقى عندي قد ال10 دول كمان. طيب انا هعينهم مثلا، عشان كل ما بنيجي ناكل فراخ القطط طبعا بتبقى عايزه تاكل، وبيبقوا عايزين ياكلوا قبلينا، اعمل ايه؟ قلت خلاص اقوم منضفه بقى الرجول كده ومظبطاها وغسلها طبعا مع الفراخ غسله نظيفه، عشان لما اجي اسوي الفراخ اسوي معاها الرجول، تبقى الرجول مغسوله زي الفراخ بالظبط. فلما اجي ان انا اسوي كده مع بعض، ما تكونش لا زفره ولا تكون وحشه ولا تكون فيها ضافر ولا تكون فيها الكلام ده. عرفت بقى يا ام علي انا بعمل كده ليه؟ آه والله يا جماعه بختلي بيطعم حيوان. يعني انا بقول حتى الحيوانات يعني بقوا جعانين في الشوارع. اذا كان اكتر البني ادمين دلوقتي بقى ربنا اللي عالم يعني، ربنا يرحمنا برحمته الواسعه يا رب. الناس ما بقتش لاقيه، يعني لاقيه تاكل والله يا جماعه، من الغلا الفاحش اللي احنا فيه، محدش ملاحق بجد. طيب ما بالك القطط، ما بالكم بقى القطط يا جماعه، يعني الله يكون في عون القطط بصراحه. فطبعا لازم أنا اعمل حسابهم، ولما بيبقوا واكلين وشبعانين معانا وفايض عني برميه في الشارع. ليه بقى؟ عشان مثلا القطط او يعني يعني الكلاب اللي في الشارع وكده لو هم عايزين ياكلوا ولا حاجه، لان طبعا يا جماعه ده حيوان بيبقى ماشي بالجوال في الشارع وكده، عايز ياكل، عايز ياكل. ودلوقتي كمان عملوا يا جماعه اللي هو صناديق القمامه في الشوارع. بقى طبعا القمامه كل يوم بتتشال مرتين، مره الصبح ومره اخر النهار، بحيث الناس اللي رمت في صندوق القمامه ده يعني عزكم الله عزكم الله زباله، يجوا بتوع الزباله ياخدوها المغرب. طيب الناس بقى اللي رمت من المغرب لحد تاني يوم الصبح، يجوا بقى الصبح الساعه 8 ونص 9 كده يقوموا ايه شايلين. فطبعا ما بقاش في اكل للحيوانات في الشوارع ولا بقى الكلام ده.
الا من رحم ربي، يعني ايه اللي تلاقيهم حاطط لهم اكل وكده، او حاطط لهم اكل قدام البيت، إيه، او اللي بياكل مثلا ويقوم ايه يقول لك انا مش برمي على الهدف ان انا عايز ابوظ الشارع او ان انا مش نضيف او كده، لا والله. انا بحس يعني ان هم بيرموا الاكل عشان عارفين ان الكلاب والقطط جعانين. فربنا يكرم يا رب اللي بيرضي الحيوان ياكله او يعطف عليه، لانه والله بجد 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 ممكن الحيوان ده يشفع لنا يوم القيامه ويقول ان فلان ده كان بياكلني، فلان ده كان بيعطف عليا كده يعني يا جماعه. ربنا يجعلنا دايما يا رب ماشيين في الخير ويبعد عننا اي شر. تعرفوا يا جماعه ان مره الست يعني ست يعني كانت ما كانتش مسلمه، فسبحان الله سقت كلب وكده كان عطشان، ربنا يعني امر ان هي تدخل جنته، امر انها تدخل جنته عشان ان هي ايه شربت كلب كان عطشان وكده. فيا بخت اللي بيعمل اي خير مع حيوان يا جماعه، طب ما بالك بقى مع الانسان؟ طب ما بالكم بقى يا جماعه الناس اللي بتساعد الناس وبتقف مع الناس عشان عيالهم ياكلوا ويتعلموا ويشربوا ويتعالجوا لو تعبانين كده؟ طب الناس دول جزاتهم ايه عند الله؟ يعني ده جزاتهم كده ابواب الجنه كده تكون مفتوحه لهم من كل حته. انا اعرف ناس والله يا جماعه بيعملوا خير من حيث لا يحتسبوا، ما شاء الله عليهم ما شاء الله عليهم. وما تيجي تسالوهم يقول لك ايه، هو احنا نطول اصلا ان احنا نعمل كده وكتب لنا حسنات عند ربنا؟ ما يمكن ربنا ادانا الفلوس دي عشان يختبرنا يا ترى احنا هنعمل بيها ايه. فربنا يا رب يعزهم ويكبر بخاطرهم ويرضيهم ويرضى عنهم، اللهم امين. طبعا انا هنا يا جماعه حطيت المحشي بقى على النار كده، وحطيت شويه ملح وشويه ميه كده، وقلت اما اسويه بقى وكده. وطبعا هنا في النار كنت قايده الشوايه وقايده الفرن من تحت وكده، علشان لما بدي غلوتين لصينيه البطاطس على البوتاجاز من فوق، مجرد بس انها تاخد ايه يعني تاخد نص سوا، اكمل بقى النص التاني اكمله فين؟ اكمله في الفرن تحت، تاخد ريحة الفرن وتاخد الوش بقى الفراخ تحمر كده من فوق وتبقى حلوة كده وتبقى بألف هنا. طبعا انا هنا بعد ما خلصت كل حاجة زي ما انتم شايفين كده، قلت عشان يبقى حوضي نضيف وما فيهوش اي حاجة وتبقى الدنيا رايقة، لازم يعني اخلص كمان المواعين اللي بتبقى في قلب الحوض زي ما انتم شايفين كده. انا اصلا يعني ببقى نفسي الحوض يبقى على طول نضيف كده ما فيهوش مواعين، بس المشكله ان مجرد ما اي حد يدخل يعمل كوبايتين شاي في المطبخ خلاص تحس ان المطبخ اتملى مواعين. سبحان الله يا رب سبحان الله. المواعين بتتكاثر يا جماعه، بتتكاثر ذاتيا والله. فربنا يعين كل ستات البيوت ويعيننا كلنا. وبتأسف جدا لو كان صوتي فيه بحة او صوتي فيه اي حاجة، لان انا والله يا جماعة لسه صدري تعبان ومن دور البرد اللي كان عندي، ويمكن انا ما كنتش قادرة اصور لا الروتينات ولا كنت قادرة اصور روتين المطبخ فقط. يعني مش قادرة اعمل روتين طبخ او ان انا اصور اي حاجة لان انا اصلا تعبان، فما كنتش قادرة. دعواتكم يا جماعة ربنا يشفي كل الناس، يشفي كل مريض، يرزق كل مشتكى بالذرية الصالحة، ينصر كل مظلوم، اللهم امين. ده بقى يا جماعة كان الغدا. طبعا كان عندي رز بشعرية في التلاجة، طلعته حطيت عليه ربع كوباية مية وسخنته كأنه معمول دلوقتي حالا. يا جماعة لما تيجوا تسخنوا الرز حطوا عليه ربع كوباية مية، هيتبخر ويطلع لك رز كأنك مسويه دلوقتي حتى لو ليه 3 ايام في التلاجة. وكان عندي نص صينية مكرونة زي ما انتم شايفين كده من امبارح. وطبعا المحشي اللي انا عملته معاكم. ربنا يديمها علينا نعمة ويحفظها من الزوال. مع السلامة.